النهارده بقى كان عندنا عزومة عند ماما. ماما طبعا اتصلت بيا قالت لي يلا بينا في عزومة. يا ماما حرام عليكي، ده انا لسه مخلصة عزومة لسه ما كملتش. يلا بينا يا شيماء عندنا عزومة. طب يا ماما انا جاي. جيت ويا ريتني ما جيت. كل الاكل اللي شايفينه ده انا عملته، بس بصراحة هي شاركتني فيه. بصراحة تعبت معايا، ان هي كانت بتوضب الاكل وانا بقفله. هي ليها تكات معينة كده أنا شخصيا بحبها من إيديها بصراحة. والحمد لله كانت السفرة بتاعتنا كانت جميلة، والمنظر كان رائع جدا. والنهاردة بقى حبيت أوريكم مقتطفات كده من الفيديو. وده مطبخ ماما طبعا، ودي حلالها بقى الناس اللي هي اللي عارفين انتوا الحلال بتاعت الناس اللي هي مش جيلنا بقى والتصوير واللي هم عايشين حياتهم بالبركة. طبعا كان في فراخ هي متبلاها وزودت عليها، وقالت لي نعمل فراخ تاني، ودي بقى بتحب الفراخ البلدي العتائي. وهنا رحت لقيتها معصجة اللحمة المفرومة اللي احنا هنعمل بيها الصواني. واللسان عصفور بصراحة لقيتها محمراه، يعني عاملة لي نص الشغل. قالت لي الجلاش بقى والمحشي والحاجات دي عليك انتي، ودي الصينية اللي كانت متبلاه. انا وهي بقى ايه دخلنا تحدي في اللي هيتبل صينية احلى من التانية. وهنا انا عملت الخبيزة يا جماعة، ديت كانت ماما حطاها في الفريزر عندنا، وانا يا دوبك حطيت عليها الشوربه وعملت لها الطشه بتاعتنا وفصين توم كده، كانت تحفه بجد. كانت طعمها لذيذ جدا. قلنا نعمل خبيزه ولسان عصفور ومحشي ورق عنب وجلاش عملته بالبيتزا اللي هو مثلا بالسجق وجميع انواع الجبن. وهنا بقى انا كنت بتبل الفراخ بتاعتي انا، ماليش دعوه بفراخ ماما بقى، هي كانت خلاص بتسويها وقالت لي لا لازم ان انت تعملي صينيه بايدك. قلت لها تمام، انا بقى هوريكي دلوقتي الصينيه بتاعتي هيبقى شكلها ايه. تبلتها بقى بالتتبيله اللي انتوا عارفينها اللي انا بنزلها دايما عندكم، وبتخش الفرن يا جماعه بتبقى حاجه روعه. البصل بقى الفلفل والطماطم والبهارات بقى، جميع انواع البهارات اللي عندك تحطيها عليها، بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسود، وتدعكي بقى الكلام ده كله وتسيبيه يتنقع معاكي شويه، مش اقل من ساعة زمن على الاقل يعني. فجيت انا تبلتها كده وحطيتها على جنب، وقلت ما بدهاش بقى لازم اعمل فيها الشملولة النهاردة. كانت عزومة كانت جميلة وانا بحب ناسها جدا، وبصراحة كانت اكلهم خفيف على قلبي جدا. هنا بقى هي اصرت تعمل الرقاق، مهما اعمله يا جماعة ما بيطلعش بالتركية بتاعتها. طب يا ماما انت بتعملي ايه؟ اصريت ان انا اقف معاها، لان جوزي اصلا شخصيا يقول لي انا مش باكل رقاق الا من ايديها هي. طبعا دي ايديها هي اللي بتعمل بيها، ربنا يخليها ليا يا رب. ساقت بقى الرقاق، بصوا يا جماعه بتسويه مع البوتاجاز من فوق وبتقلبه بشكل غريب كده. فهنا في الفيديو ده قالت لي انت تنزلي القلبه بتاعت الصينيه. شوفي بقى هتعمل لك لايكات قد ايه، شايفين؟ انا مش عارفه بجد هي عملت كده ازاي. حاولت اعملها باظت مني. يعني بصراحه والله العظيم هي قلبت الصينيتين زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. وبتعمل الرقاق مش عارفاه ازاي، ده الجلاش ده بقى انا اللي عملته. قالت لي خليكي انت بقى في لعب العيال ده وانا سيبيلي التقايل. قلت لها ماشي يا ماما. ودي بقى صينيه الفراخ اللي ايه اللي هي عملتها، دي بتاعتها هي. نيجي بقى نشوف بقى بقيه الاكل بتاعنا وجماله. بصراحه كانت الاكل كان روعه. والبطاطس دي انا اصريت ان انا احشيها لحمه مفرومه، كانت فايضه كده وقلت لا بقى ما بدهاش. هنا بقى كان منظر الاكل دي بتاعتي وبتاعتها الاتنين طلعوا نفس الطعم بصراحة. كانت جبار. وهنا ده بتاع بابا بقى، الحاجات اللي بيحط فيها العصير ده هو اللي بيعمله لنا، ربنا يخليه لينا يا رب. طبعا احنا هنا كنا خلاص خلصنا، والمغرب قربت كانت جدا، بس انا حبيت اشارككم كل اوقاتي. وزي ما انتم شايفين منظر الاكل كان عامل ازاي، والحمد لله قدرت اشرف ماما. وماما ساعدتني كتير جدا والله وتعبت معايا. كل سنة وهي معايا يا رب، وكل سنة وهي طيبة. بجد كان يوم جميل، والناس اللي جت كانت ناس جميلة جدا وانا بحبهم جدا. وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ودي اقل حاجة انا قدرت ان انا اقدمها لكم. بجد انا اتبسطت جدا ان انا يعني حسيت ان انا بعمل لنفسي، لاني انا بحب الناس اللي جات لي دي قوي، احب الناس على قلبي.
وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويا رب يكون أكلي عجبكم وبمساعدة ماما طبعا. وعايزة أعرف من أي بلد بتتابعيني.